التمادي في الأخطاء والذنوب للأسف بيكون سبب أساسي من ضمن الأسباب اللي بتخليك تيأس من رحمة ربك سبحانه وتعالى، وبتخليك ما تفكرش حتى إنك تتوب أو تصحح الخطأ اللي أنت وقعت فيه. وعلشان كده النهارده هوضح لك تعمل إيه أو تتصرف إزاي مع الأخطاء اللي بتمر وهتمر بيها في حياتك. فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا كده خلينا نتكلم عن حاجة ممكن حضرتك تشوفها بسيطة، مع إنها في الأصل صفة كبيرة جدا وعظيمة من صفات ربك سبحانه وتعالى، وهي لطف ربنا. ربك سبحانه وتعالى لطيف جدا بعباده، لدرجة إنك بتكون غرقان في المعاصي ومش همك أي حاجة، ففجأة تلاقي ربك سبحانه وتعالى بعت لك ابتلاء علشان تتوب، مع إنك لو بصيت لنفسك هتكتشف إن أنت ما تستاهلش، بس لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا برحمته مش بعدله، هتلاقيه عمال يديك فرص في فرص في فرص وانت عمال تضيع فيها. والفرص دي بتيجي لحضرتك على هيئة ابتلاءات، زي انك تتعب شوية فتجري على المستشفيات والدكاترة، وهنا ربك سبحانه وتعالى بيبعت لك الابتلاء دوت علشان تفوق وترجع له، بس ما بترجعش. وممكن تيجي لك على هيئة ضيق في الرزق علشان تفوق وترجع، وبرضه ما بترجعش. فأحب أقول لك تأكد إن ربك سبحانه وتعالى لما يبتليك في صحة أو مال أو أولاد مش علشان هو كرهك، بالعكس تماما. ربك سبحانه وتعالى بيبتليك علشان يفوقك من شلال الذنوب اللي انت غرقان فيه. فلما تجيلك فرصة تاني زي دي بالله عليك بلاش تضيعها زي اخواتها، علشان ممكن جدا تكون دي اخر فرصة ليك وبعديها هيكون مماتك. وصدقني انا مش بفول عليك، بس للاسف هي دي حقيقة الدنيا يا صديقي. وللاسف برضو الشيطان بيفضل يهيأ لك ان الذنب ده عادي، بعد شوية بقى مستحب، بعد شوية بقى حلال، بعد كده بتكتشف انه ايه ده انا مش قادر ابطل. وده بنص قول الله تعالى في القرآن الكريم: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. يعني انت لما بترتكب ذنب او خطأ معين بيجي الشيطان يبدأ يزين لك اللي انت عملته، اللي هو انت احسن من غيرك، انت فين وهم فين، ده فلان بيعمل كذا وكذا وكذا، ده انت 100 فل 14، انت تمام كمل. ومن هنا بقى بتبدأ تألف الذنب ده وتتعود عليه، ومع الوقت ما بتقدرش تتخلص منه بسهولة. وبعد كده بتلاقي ربك سبحانه وتعالى بيبعت لك ابتلاء بسيط خالص كده علشان تتوب وترجع، وفعلا بتتوب وبترجع لربك سبحانه وتعالى وبتلاقيه رحيم جدا بيك. بس بعد ما بتتوب وبترجع لربك وتعرف ان الله حق وتمشي شويه على الصراط المستقيم، بيجي شيطانك ويوقعك تاني، وبتلاقي نفس السيناريو بيتعاد من الاول تاني. بس هنا بقى لما بتفكر ترجع لربك وتتوب، بيجي بقى دور شياطين الانس وشياطين الجن كمان علشان يقوموا بدورهم تجاه حضرتك. يعني بتلاقي شيطانك يقول لك ايه ده، انت مفكر ربنا هيقبلك بكل القرف اللي انت عملته ده انت بجح قوي يا جدع. ولو حضرتك رميت الكلام ده ورا ظهرك وجاهدت نفسك وجاهدت شيطانك وقررت ان انت تكمل في طريقك وترجع لربك سبحانه وتعالى، بتلاقي قدامك شياطين الانس، ودول بكل بساطه هنلخصهم في صحبه السوء، اللي هو بمجرد ما تقول له انا رايح اصلي او يلا نصلي، بتلاقي عينه وسعت وقال لك بركاتك يا عم الشيخ، صلي وادعي لنا، ويستلمك بقى سف وتريقه لغايه الصبح. ودول للاسف الشديد اخطر واصعب بكتير جدا من شياطين الجن، علشان بكل بساطة شيطانك أول ما بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيبعد عنك وبيحلك، إنما دول بقى ما بيحلوش، وهتلاقيهم دايما بيكسروا مقاديفك وبيسفوا عليك لمجرد إنك بس حاولت أو قررت إن أنت ترجع لطريق ربنا سبحانه وتعالى وتخرج من المستنقع اللي هم فيه. وعلشان كده هقولها لك تاني وتالت ورابع وعاشر كمان: لو صحابك ما عندهمش مقياس للحلال والحرام ابعد عنهم فورا. ونصيحة مني، مهما كانت ذنوبك كتيرة وكبيرة ارجع لربك سبحانه وتعالى، والله ليتوب عليك ويغفر لك. وده بنص قول الله تعالى في القرآن الكريم: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبرضه ربك سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وطبعا كل دي وغيرها كتير جدا أوامر واضحة وصريحة من ربك سبحانه وتعالى، إن مهما كنت مذنب ومخطئ وعامل بلاوي في حياتك، هو مش محتاج منك أي حاجة غير إنك ترجع له تائب ونادم فقط لا غير، ووعدك إنه هيغفر لك ويتوب عليك. ومش بس كده، ده كمان هيبدل كل سيئاتك اللي عملتها قبل كده بحسنات. ابسط يا عم. طيب هتقولي دلوقتي أنا بغلط وبتوب وبرجع أغلط تاني وهكذا، ومش عارف هفضل كده لحد إمتى.
وانا هقول لك بكل بساطة، انت هتفضل تغلط لحد ما تموت، علشان هي دي طبيعة وفطرة الانسان، الا وهي التمرد والعصيان. وعلشان كده احب اقول لك ان كل البشر مخطئين ومذنبين، مفيش حد كامل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، ومع ذلك كان دائم الاستغفار والتوبة. فلو فاكر إن في حد كامل أو ما بيغلطش فده مستحيل. ده حتى يا مؤمن في أنبياء أذنبوا وربك سبحانه وتعالى ورانا أو بعت لنا قصصهم في القرآن الكريم، ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام، وده بنص قول الله تعالى في القرآن الكريم: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن وعرف إن في واحد من الاتنين اللي كانوا معاه هيخرج، فقال له كلم الملك عني وتوسط لي عنده علشان يخرجني. وهنا سيدنا يوسف عليه السلام طلب الفرج أو المعونة من غير الله، وكان جزاؤه إنه يفضل في السجن مدة أطول. وكمان سيدنا يونس عليه السلام أذنب، وده بنص قول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، يعني جت عليه فترة وغضب على قومه وسابهم ومشي من غير ربنا سبحانه وتعالى ما يؤمره بكده، وكان جزاؤه أن التقمه الحوت. بس لما اعترف بذنبه ودعا ربنا سبحانه وتعالى ربنا نجاه، وده بنص قول الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وغيرهم كتير من الأنبياء زي سيدنا موسى وسيدنا آدم وسيدنا نوح عليهم السلام وغيرهم. وطبعا لو حبينا نذكر القصص دي كلها فهنحتاج وقت كبير جدا. فيا صاحبي والله ما في حد كامل ولا معصوم من الخطأ، ولك أن تتخيل يعني دول أنبياء ومع ذلك أذنبوا واستغفروا وربك سبحانه وتعالى تاب عليهم وغفر لهم. فالشاهد من كلامي إنك لازم تعرف إنك كده كده هتخطئ وكده كده هتعمل ذنوب، دي طبيعة البشر. ولازم تفهم برضو إنك ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنك تيأس من رحمة ربك سبحانه وتعالى. مهما كانت ذنوبك كبيرة وعظيمة وكتيرة، ارجع له وهو هيقبلك. وخد بالك الله يبارك في عمرك، أول طرق اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي إن حضرتك تسمع لكلام شياطين الإنس وشياطين الجن، اللي هو من عينة إيه يا عم الشيخ، أو روح يا عم صلي وادعي لنا، أو أنت مثلا علشان صليت لك ركعتين هتعمل لنا فيها مش عارف إيه، أو حتى إحساسك الداخلي إنك مكسوف من نفسك، اللي هو أنت إزاي هتروح لربك وأنت عامل كمية الذنوب دي كلها. واسمح لي أقول لك إن كل ده شيطانك بيوهمك بيه علشان يضللك ويبعدك عن طريق ربك ويحقق هدفه. فنصيحة مني ما تسمعش كلامهم ولا تمشي وراهم، علشان لو عملت كده هتتعمق في الغلط وهتلاقي نفسك كلك على بعضك كده بتغرق في الذنوب. فاسمع مني وارجع، ربك مستنيك، والباب الوحيد اللي مستحيل تروح له وتلاقيه اتقفل في وشك هو باب ربك سبحانه وتعالى. بس خد بالك، هيجي وقت وباب التوبة هيتقفل، ويا عالم الوقت ده هيكون امتى. فحاول تلحق نفسك يا صاحبي، وتأكد ان طالما لسه بتتنفس اعرف ان ربك سبحانه وتعالى لسه مديك فرصة للتوبة، وتأكد ان ربك رحيم بيك قوي. تخيل انك كل ما بتعمل ذنب وتتوب بيغفر لك ومش بيعايرك وبيسترك وكمان بيجملك في عيون خلقه. لما بترجع له بتكون كلك ذنوب ومعاصي وبتتوب، ويمكن بعد ما بتتوب بترجع تنتكس تاني، وبعد ما تقع وتنتكس تاني تلاقي حد طالب نصيحتك فتنصحه والدنيا فل، فتلاقيه كده في وسط الكلام بيقول لك انت جميل قوي، مع انك لا جميل ولا اي حاجه من جواك، بس ده ستر ربك عليك. فحافظ عليه وما تحاولش تلعب او تستهون باي ذنب، علشان الذنب الصغير النهارده هيكبر بكره وبعد كده هيكون مصيبه. فتخيل معايا انك ممكن تموت وانت بتعمل الذنب ده، فيا ترى عارف مصيرك وقتها هيكون فين؟ وعلشان كده بلاش تخسر اخرتك علشان كام ذنب او معصيه او شهوه يمكن مدتها اقل من ربع ساعه، وتاكد ان الجنه غاليه جدا وتستحق تتعب علشانها. ولو لسه بتذنب ببشرك ان لسه معاك فرصة ترجع لربك، ارجع له وهو هيجمل دنيتك وهيجمل اخرتك كمان. ربك عظيم ويستحق انك تعمل كل عظيم علشان ترضيه، فارجع له وما تقلقش. وفي النهاية بقى احب اقولك ان انا مش شيخ ولا بدعي الفضيلة، بالعكس انا بشر زيي زيك بالظبط، فلو أصبت فده توفيق من ربي سبحانه وتعالى، ولو أخطأت فده من نفسي ومن الشيطان. ويا رب أستمر وأطور من نفسي أكتر علشان أقدر أقدم لك ولو معلومة واحدة بس تفيدك في حياتك. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.